أهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض الحمام المحشي. أيوة، الحمام المحشي هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا. عايزة أقول لكم إن ما شفتش حد ما بيحبش الحمام، كبار وصغيرين بيحبوا الحمام، فعشان كده النهاردة قررت أعمله لكم بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا. وكمان هنعرف مع بعض ازاي نحشي الحمام ويطلع معانا لونه ذهبي وشكله جميل بالشكل ده. جد ايه رأيكم؟ شايفين قد ايه شكله حلو؟ يلا بينا نبتدي الفيديو. هنلاقي كل المكونات دي كاتباها لكم في الكابشن. هنجيب الحمام نغسله وننشفه ونفتحه بين اللحم والجلد ونفتح الرقبة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ونتبل الحمام ببصلة مفرومة فرم ناعم في الكبة. نفضل بقى نقلب التتبيلة دي في الحمام من بره ومن جوه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هننزل بمعلقة من الفلفل الأسود ورشة من الملح ونقلب كل ده مع بعضه كويس قوي، نغطيه ونركنه على جنب كده لمدة ساعة في التتبيلة. في حلة على النار هنزل بمعلقة من الزيت والزبدة وهسيبهم يسخنوا. هنزل عليهم بالبصلة متقطعة مكعبات، هفضل أقلب في البصل لحد ما لونها يبقى ذهبي. هنزل عليها بكوباية من الكبد والقوانص وتكون مغسولة ومتنشفة كويس قوي. هقلب الكبد والقوانص في البصل وبعد كده هنزل عليهم بالتوابل. هفضل اقلب بقى الكبد والقوانص والتوابل كده مع بعض لحد ما ريحتهم يطلعوا ويملوا المكان كله. هنزل بشوية من الفلفل الاسود وبعد كده هنزل بالرز المصري. هقلب الرز كويس قوي مع الكبد والقوانص، هفضل اقلب فيه شوية كويسين قوي مع الكبد والقوانص لحد ما الرز يبقى سخن ومفلفل معايا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنزل بقى بالملح وهقلب تقلبتين وهنزل عليهم بكوباية من المية. هغطي الحلة وهدي النار واسيبها تستوي نص تسوية. شايفين بقى بعد ما استوت نص التسوية؟ شايفين الرز مفلفل ازاي؟ هننزله من على النار بعد الرز ما استوى نص تسوية وهنفضيه في طبق زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهنركنه على جنب ونسيبه يبرد علشان نحشي بيه الحمام. وما ينفعش نحشي الحمام وهو سخن، لازم الرز يبرد الأول. بعد الرز ما برد هنجيب الحمام وهنبدأ نحشي الحمام من جوه، ونفتح كده بين اللحم والجلد من فوق ونحشي الحمام من فوق زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وطبعا كل واحدة على حسب الحجم بتاعها. نقفل الحمام زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ناخد الرجل كده وندخلها في المنطقة دي، ولو هي ضيقة ممكن نفتحها بسكينة فتحة صغيرة. هنيجي من عند الرقبة، هنفتح الرقبة ونبدأ بقى نحشي الحمام بالشكل ده. وخدوا بالكم ما تحشوش الحمام برز كتير علشان ما يفرقعش منكم أثناء التسوية. الموضوع سهل وبسيط خالص، بس حشو الحمام محتاج صبر شوية. نحط الرز جواه كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده وبين الجلد واللحم برضو، وندخل الرجل كده في المنطقة دي ونقفلها، ونيجي برضو عند الرقبة ونعمل نفس الموضوع. وهنا حبيت أصور لكم أكتر من واحدة علشان تقدروا تستفادوا من الفيديو أكبر قدر ممكن من الاستفادة. شايفين بقى قد إيه شكله حلو وجميل؟ هنحطه بقى في طبق، وحبيت أصوره لكم كده بعد ما خلصته. هنحطه بقى في طبق كده وهنركنه بقى على جنب، ونروح بقى نكمل بقية الخطوات. في حلة هنحط معلقة من الزيت، هننزل بالحبهان وورق اللورة وهنشوحهم بقى لحد ريحتهم ما تبدأ تطلع. هننزل بالبصل والجزر والكرفس ونقلب لحد الريحة ما تطلع كده معانا وتملى المكان. نص واحدة من الطماطم وده اختياري، نزلت عليهم كمان بمية سخنة. عايزة اقول لكم الريحة هنا كانت تحفة، والريحة كده مالية المكان بالتوابل والنكهات العطرية اللي هي فيها في الحلة، مبهجة وريحتها حلوة قوي. نزلت كمان بملح وفلفل اسود وفضلت اقلب فيهم كده شوية وانا مبسوطة كده بشكل الالوان كده في الحلة. بعد كده نزلت بالحمام كله زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. كده خلصت بقى الكمية كلها. هغطيه واسيبه من ساعة الا ربع لساعة على حسب حجم الحمام. طلعته سبته يهدى خالص ويبرد خالص، وبعد كده
في البان كده جبت كوبايتين من السمنة، تكون سمنة نكهتها حلوة، وعليهم نص كوباية من الزيت، وحطيت بقى الحمام كده علشان يتحمر، وسبته كده شوية. شايفين بقى لونه بدأ يحمر ازاي، ياخد لون ذهبي وشكله حلو قوي مبهج. بجد عايزة اقول لكم الوصفة دي من احلى واجمل الوصفات اللي انا عملتها. عندي شوية كده من الرز اللي انا حشيت بيه الحمام، سويتهم بره في الحلة كده، وحطيتهم بقى وقدمت عليهم الحمام زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. قطعت شوية من البقدونس وشوية من الكرفس ونزلت بقى بيهم على الحمام، رشيته من فوق. وشكله بقى يا جماعة دي مش وصفة، دي لوحة فنية. جربوا الوصفة لو عجبتكم، يا ريت تعملوا شير ولايك للفيديو، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.